السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تيك تاك سكاي سبورت، الاتحاد رفع عرضه ل 200 مليون باوند لمحمد صلاح. الحق أذن والله، نادي الاتحاد يريد محمد صلاح بأي طريقة. 200 مليون باوند، أتوقع نادي ليفربول ما حيرفض هذا العدد أبدا، لأنه لو رفض هذا العدد في لاعب عمره 31 سنة و200 مليون باوند، هذه حاجة إعجازية كل 50 سنة تتكرر مرة وحيدة فقط. حيندم ندم ليفربول ما قد ندموا إلى الأبد. ننتظر ونشوف. ولعت اقتربت صفقة محمد صلاح إلى نادي الاتحاد. خرج مقدم برنامج الديوانية الذي يعرض على قناة الرياضية السعودية، خرج وأكد وقال المباراة القادمة لصلاح ستكون هي آخر مباراة لصلاح مع نادي ليفربول، وقال أن صلاح سيسافر إلى دبي لإجراء الفحص الطبي وانتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي. يا ساتر، هذا يعني إيش؟ يعني من الممكن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل هي آخر مباراة لصلاح مع نادي ليفربول، لأنه بعد المباراة صلاح قد يودع جمهور نادي ليفربول وقد نرى دموع صلاح. والآن باقي على نهاية سوق الانتقالات 3 أيام فقط. واضغط على الزائد الأحمر وتابعني عشان لا تفوتك أخبار سوق الانتقالات. محمد صلاح خلص الكشف الطبي في نادي الاتحاد السعودي. اهو رسميا محمد صلاح انهى كل الفحوصات الطبيه لنادي الاتحاد السعودي، وما بقاش بس غير الاعلان عن الصفقه. رسميا محمد صلاح في الاتحاد السعودي. انا عايز الناس كلها تكتب لي رايها في الكومنتات، رايها في صفقه محمد صلاح للاتحاد السعودي. ليه نادي المقاولين العرب هو اكتر نادي هيستفاد من بيع محمد صلاح للاتحاد السعودي؟ نادي المقاولين العرب سيحصل على نسبه 6% لو انتقل محمد صلاح للاتحاد السعودي من ليفربول، لان ده بند حطه نادي المقاولين العرب من ساعه محمد صلاح ما خرج من النادي، ان هو ياخد نسبه من بيع اللاعب لو انتقل لاي فريق. المهم بقى ان نسبه ال 6% اللي هياخدهم نادي المقاولين العرب في بيع محمد صلاح للاتحاد السعودي يكونوا 200 مليون جنيه مصري، ودي حاجه مش محتاج اقول لك انها هتفرق جدا مع نادي المقاولين العرب، وكده تكون انت عرفت. محمد صلاح بيحط 3 شروط عشان ينضم لاتحاد جدة، او هم ال3 شروط. الشرط الاولاني ان هو ياخد مرتب 200 مليون يورو في السنه الواحده. الشرط الثاني ان هو يتساوى مع نيمار في كل المميزات، طياره خاصه، فيلا، حراسه. الشرط الثالث والاخير ان العقد بتاعه يكون اكبر عقد في الدوري السعودي، يعني ينتقل من نادي ليفربول لنادي اتحاد جده بقيمه تسويقيه اعلى قيمه تسويقيه موجوده في الدوري السعودي. الغريب بقى ان ممكن اتحاد جده يوافق على الشروط. أبو فيصل صلاح سنتر راس عمار والله